في مشهد حصل ووقفت عنده بعد ماتش الجونه اللي راح بمره لانه ما كانش فيه حلو ابدا. مشهد بيعرفك قد ايه اللاعب الراجل في الملعب، الراجل اللي بيلعب وقلبه على الفريق، ما بيهموش اي حاجه، وهي عمرها ما كانت بالسن. مشهد من عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بعد الماتش كان متضايق بالنتيجه اللي حصلت في ماتش الجونه وتعادل وخساره نادي الزمالك نقطتين. ده يعرفك ان اللاعب بقلبه وبرجولته داخل الملعب، وده اللي بيخلي عند جمهور الزمالك امل ان احنا ان شاء الله هنكسب النادي الاهلي وهنكسب الماتش اللي بعده كمان. والحل بسيط عند جون ادوار. احنا عرفنا ان انت المتمسك بالجهاز الفني ويانيك فيريرا، فانت تجيب الراجل تكلمه. لازم تعرف الراجل ان اللي حصل مع النادي الاهلي السنه دي مش هيحصل طول السنه، لان النادي الاهلي مسيره هيفوق، ولازم لما يفوق يكون الزمالك فارق عنه بكتير عشان يدي اريحيه لنادي الزمالك. نادي الزمالك لسه ما اشتركش في افريقيا، لسه ما لعبش في الكاس، فما عندوش ضغوطات، فانت دلوقتي فاضي، فهو ده انسب وقت اللي انت تفرق عن النادي الاهلي وبكتير كمان. تقول له ليه دايما قائمتك بتبقى ناقصه؟ انت خطتك واضحه ان هي بتعتمد على اللاعب رقم 6 اللي هو مين؟ دونجا. ودونجا لما بيخرج الخطه بتاعتك بتبوظ، بيدخل فيك جون واثنين، وده حصل في ماتش وادي دجله وحصل امبارح في ماتش الجونه. فانت ما دام خطتك بتعتمد على اللاعب رقم 6، ليه ما بتحطش ليه بدايل؟ احمد ربيع ومحمود جهاد عرفنا ان هم خفوا، ليه ما بتدخلهمش في القايمه؟ طب هم هيخشوا امتى في القايمه اصلا؟ لازم يقعدوا على الدكه لدونجا عشان لو حصل اي حاجه يقدروا يلعبوا. هو ده اللي بيحصل، اللاعب مش هيلعب مره واحده. وان شاء الله نادي الزمالك ما يتعرضش لاي هزيمه تانية، لان اي حاجه هتحصل تاني هتبقى صعبه على كل اللي في النادي.